كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة: يأجوج ومأجوج هما قومان مفسدان في الأرض سيخرجون في آخر الزمان. يأجوج ومأجوج هما قومان من الشعوب الذين كانوا يعيشون في الأرض، وقد ذكرهم القرآن في سورة الكهف. كانوا معروفين بالفساد والخراب، وكانوا يعيشون وراء سد ضخم لا يستطيعون اختراقه. في وقت ما جاء ذو القرنين، وهو حاكم عادل وقوي، ومر على قوم يواجهون هجوما مستمرا من قبائل يأجوج ومأجوج. طلبوا من ذو القرنين مساعدتهم لبناء سد يمنعهم من الاقتراب منهم، فاستجاب ذو القرنين وبدأ بناء سد من الحديد والنحاس، الذي أصبح حاجزا قويا يحجز بين يأجوج ومأجوج وبين باقي الناس. وأوصى ذو القرنين بأن هذا السد سيبقى قائما حتى يأتي وقت من الله لفتح السد، فيخرج يأجوج ومأجوج ليعيثوا في الأرض فسادا. هذا حدث سيحدث في آخر الزمان كما ورد في الأحاديث، وبذلك يبقى السد موجودا إلى حين ما يشاء الله، وتقوم القيامة.